يا صباح الفل. كلنا قلقانين ومتوترين وخايفين، كمية الأسئلة رهيبة. هنعمل ايه؟ ويا ترى نسكت؟ يا ترى نتكلم ازاي؟ طبعا كمية الهبد على السوشيال ميديا بقى حاجة يعني عالمية. لا احنا لازم نزعق للولاد ونقول لهم اوعى حد يعمل كذا، وكل مرة يخرجوا من البيت هنقول لهم اول ما يرجعوا قول لي مين مسكك، مين عملك. حد تاني يقول لك احنا لازم بقى نقول للولاد اللي هيحصل لهم بره البيت، خلاص احنا اجزمنا 100% انه هيحصل له حاجه. فاقوم اقول له بقى بص خد بالك وهيمسك كذا وهيعمل كذا. انا شفت العجب في اليومين اللي فاتوا. اتمنى من الناس الجميله اللي بتحاول تساعد ان احنا نتحرى الدقه في كل كلمه بتتقال. التربيه الجنسيه مش زي اي موضوع ينفع نهبط فيه. طيب، الامهات الجميله اللي خايفه على اولادها، كل ام خايفه على اولادها هي ام تحترم، غريزة فطرية، آه، جميلة. ولادنا مش بيلاقوها عند حد غيرنا، حبنا ليهم تفانينا عشانهم. وشوفنا مامة ياسين عملت ايه امبارح، بصراحة كانت رائعة، عجبني جدا الطريقة والتفكير. بس خلونا نتعلم من قصة ياسين حاجات كتير. أم ياسين لو أم خايفة ومتورطة في حزنها على ابنها أو قلقها من المواجهة والمحاكمة اللي كانت رايحاها بالشكل ده، احنا كنا في بيوتنا متوترين، كانتش هتعرف تطلع فكرة كرياتيف بالطريقة دي، سواء هي او السيرابست، ايا كان مين اللي حط الفكرة بتاعت ياسين. حموه عملوا درع نفسي بينه وبين الاحداث. ده اللي انا عايزه اعمله مع ابني بطريقة بسيطة. محتاجين نحمي ولادنا بطريقة هادية. رقم واحد، اهدوا خالص، نهدى الاول. وانا ههدى ازاي مع اللي انا بسمعه؟ صدقوني اللي انتوا بتسمعوه ده يعني مش جديد، ده موجود. كل اللي شغال في المجال عارف ده كويس جدا، ومن زمان، من قبل السوشيال ميديا حتى. التحرش يعني منتشر من زمان جدا، من ساعة ما بطلنا نعمل تربية جنسية والتحرش مال الدنيا. فاحنا محتاجين نرجع بهدوء، نعرف ازاي نحمي ولادنا. خدوا بالكم، اكبر حاجة ممكن تأذي ولادنا دلوقتي ان احنا نعمل لهم آه خوف. توعية وتحذير يولد عدم امان. الطفل الخائف ضعيف. يعني خدوا بالكم في كل الحوادث اللي الطفل فيها كان بيسكت، هتلاقي المتحرش كان بيقول له ايه او المغتصب كان بيقول له ايه؟ لو اتكلمت هموت لك مامتك وباباك، لو اتكلمت انا هقول لهم وهم هيضربوك وهيعرفوا ان انت اللي مجرم وانت اللي كنت بتعمل ده بمزاجك. فتهديدات المتحرش كانت بتوصل الاولاد لحاله من الخوف، بيبقى ضعيف لدرجه انه مش عارف ياخد القرار، اقول ولا ما اقولش. فكان بيسمع الكلام وكان بيسكت، ما بيقدرش يقاوم المتحرش. الناس اللي مفكره انها لو خوفت الولاد هتجيب نتيجه، لا ده اللي هيحصل. لو الولاد خافوا هيعجزوا عن حمايه نفسهم. في حاجات بسيطه هنعرف نعملها بالراحه، بس احنا نكون هاديين. لكن انا بصراحه اللي شاغلني قوي، احنا هناخد مع بعض سلسله كده بتتكلم في تقويه الاولاد من جوه. ازاي اصالحه مع جسمه، ازاي يعرف علامات الخطر من جسمه، ازاي يعرف ياخد رياكشن قوي ورد فعل قوي انه يحمي جسمه. دي مهمه قوي هنشتغل عليها. لكن قبل ما نعمل ده احنا محتاجين بس نقول خدوا بالكم ان اولياء الامور اللي حريصين جدا على مستقبل اولادهم، احنا مش هنودي ولادنا مدارس او حضانات ما عندهاش مناهج تربية جنسية وما عندهاش حماية، والادارة اللي فيها على الاقل واخدين تدريبات في ده. ابدأوا ابحثوا عن ده، ابدأوا اعملوا اولوية للمؤسسات اللي بتعمل كده. ليه؟ لان المؤسسات لو عندها الوعي ده، او في سباق زي ما بيعملوا سباق في اللغات، زي ما بيعملوا سباق في المنسوري والالعاب، نعمل سباق في التربيه الجنسيه. المدرسه اللي هيكون عندها القدره انها تعلن انا عملت تدريب للاداره بتاعتي كلها، بما فيها حتى العاملين الاداريين، يكونوا عارفين ان ده لما يتعرض ايه الاضرار اللي بتحصل للطفل. هيبان من خلال التدريبات دي لو في حد عنده مشاكل، هيبان الاداره دي مهتمه ولا لا. حتى لو حد بيسمعني من اصحاب المؤسسات التعليميه، ما تخاطرش بسمعه مكانك. اه انت مش هتبقى مسؤول
عن اخلاق او خبايا الناس اللي بتشتغل عندك، لكن انت هتبدا تفلتر ده على قد ما تقدر، هتبدا تصعب حدوثه على قد ما تقدر. الاجراءات اللي هتتخذها للامانه، الامان والسلامه جوه المكان هيفرق جدا. لان احنا دلوقتي بقت ولادنا بيتضربوا من اماكن المفروض انها امان وتؤتمن عليهم. ما ينفعش ابعت ابني وادفع مبالغ عشان يرجع لي بمعلومه وتربيه، الاقيه راجع لي بكارثه تهدد مستقبله. يبقى احنا هنهدى، هنشتغل على التربيه الجنسيه لاولادنا، تربيه جنسيه سليمه. مش كل اللي بينزل على السوشيال ميديا نسمع له، مش كل اللي بيتكلم في السوشيال ميديا على التربيه الجنسيه هنقول ده كلام صحيح وسليم. الموضوع فيه هبد كتير ومؤذي للاسف. تاخدوش اي رد فعل دلوقتي لحد ما تعرفوا تهدوا. اخر حاجه هنتفق عليها كلنا في الفيديو، يا رب ما تكونش طولت عليكم. ما تخوفوش الولاد، ما تفرجوهمش على الحوادث، ما تفرجوهمش على المسلسلات، ما تقعدوش تنقلوا لهم مشاعركم اللي انتوا خايفين فيها. ولادكم لو خافوا هيضعفوا، وانت مش عايز طفل ضعيف، انت عايز طفل قوي. خلونا ان شاء الله نتابع معاكم ازاي ممكن نخلي ولادنا اقوياء، وهنعمل التوعية بطريقة محترفة ازاي من غير ما نلعب العيال ومن غير ما احنا نفسنا نخاف.